أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفطاطري. النهارده هنعمل حاجة خفيفة، ما هياش حاجات فيها عجن كتير ولا حاجة زي كده، لكن هي حاجة ناس كتير جدا جدا بتسأل عليها كتير قوي وبيشتروها من بره كتير جدا في المناسبات والحاجات. النهارده هنعمل الحاجة دي، أنا هعرفكم أساسياتها. أنا شخصيا مرة تاني ماليش في قصة التزيين والديكوريشن ولا أي حاجة من ده كله في موضوع التورت والجاتوهات. احنا النهارده هنعمل السبونج كيك اللي بيطلع منها، او الريسبي بتاع السبونج كيك اللي بيطلع منه الجاتوه والتورته الستاندر العادي بتاعه. وهنتعلم النهارده ازاي نقطع التورته بتاعتنا بطريقه كويسه وتطلع معانا السلايس بتاعها تمام وكويس، ويطلع معانا ازاي التزيين بتاعها كويس، واساسيات التزيين بتاعت الكريم شانتيه، وازاي ممكن نضيف عليه بعض الاضافات نخليه يبقى طعمه مختلف معانا. طيب، عندي السبونج كيك بتاعت المقادير بتاعتها كالتالي: عندي 7 بيضات، كوبايتين دقيق، وعندي كوبايه ونص سكر عادي، وعندي 3 معالق كبار قشر برتقان، ده بيظبط لي الطعم حلو جدا وبيخلي كمان الريحه بتاعت البيض تتشال، وعندي طبعا الفانيليا. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي نشتغلها. هجيب في الاول خالص عندي بوله، واستاذنكم ركزوا معايا قوي في الكلام اللي هيتقال، علشان الكلام اللي هيتقال مهم جدا اكتر من ان احنا نعمل كيك نفسها. يعني انا هممنا قوي ان انتوا تفهموا، سوري يعني ما اقصدش انكم او يعني تاخدوا بالكم من الحاجات اللي هتتقال، لان هي اللي هتنجح بالنسبه لي التورته بتاعتي او الجاتوه اللي انا هعمله في البيت. اول حاجه هعملها اني هضيف، نشيل ده عشان ايه، نضيف البيض كده واحده واحده. ممكن اجيب الفانيليا احطها عشان استخدم البوله دي احط فيها القشر بدل ما برمي في الباسكت اللي جنبي ده كل دقيقه والتانيه. نوفر شويه طاقه اهو. 7 بيضات تمام، بيا نشيل البوله دي بقى وامسح ايدي ونمسح مكان البيض. يبقى انا كده عندي ضفت البيض والفانيليا، وهضيف كمان قشر البرتقال اللي عندي اهو. مش هضيفه كله، ده كتير قوي، هضيف منه حبه وحبه. انزل ده تحت وارمي ده في الباسكت واحط دي في الحوض، وانا ارجع تاني هنا واضيف السكر، وكده يبقى عندي كل المقادير اتحطت تقريبا ما عدا الدقيق. ابدا بقى الشغل فيها وناخد بالنا بقى من الحاجات اللي هتحصل قدامنا. اول حاجه انا هبدا ان انا هضرب، انا مش عايز اتكلم عشان بس المضرب ما يشوشرش على الصوت. هضرب ده، هتكلم بس معاكم في قصه ضرب البيض والسكر. هضرب ده في اتجاه واحد، يعني وانا شغال هلف بالشكل ده وهضرب. اثناء الشغل وانا بضرب مش عايز ده يرجع كده، لان انا كده بدخل هواء وبلف بدخل هواء مع المضرب، ولما برجع الهواء بيطلع تاني. فدي اول حاجه مهمه جدا في الموضوع، دي اول نقطه في غايه الاهميه. مهم جدا بالنسبه لي البيض يكون ساقع وطازه، علشان الزلال بتاع البيض ما يبقاش ميه. انا نسيت ان انا اوريكم بيضه، بس بعد الفاصل هنجيب، يعني الفاصل مش دلوقتي بس لما نطلع فاصل هجيب بيضه وهوريكم اللي انا بتكلم فيه في قصه الزلال، عشان ده برضه مهم جدا في الموضوع ده، لانه قوام الكيكه كلها قائم على البيض. لو ما كانش البيض فريش فالسبونج كيك مش هتطلع معايا كويسه، لان في ناس كتير جدا السبونج كيك بتبوظ منها بسبب اول نقطتين احنا قلناهم ان احنا بنلف المضرب كده وبنرجع تاني. انا مش فارق بالنسبه لي اشتغل النهارده، يعني مش مشكله، بس يفرق بالنسبه لي قوي حضراتكم تفهموا المواضيع دي والنقط دي مهمه قد ايه. اول نقطه عندي ان انا بعمل دي كده وبرجع بالمضرب تاني، دي مشكله. تاني نقطه ان البيض عندي مش فريش بقاله اكتر من مره، اكتر من يوم طالع من الفرخه او متباض، سوري في اللفظ، والليكويد بتاع البيض البياض اللي فيه بيبقى سايل، ما بيبقاش ماسك نفسه او الزلال. انا هبدا دلوقتي اشتغل في السكر والبيض.
انا عايز اتكلم دلوقتي اصلا وانا بشتغل، بس استاذن الاستاذ محمد المخرج العظيم لو الصوت مش واضح من فضلك قول لي، عشان بس عايزين الناس تعرف او تستفاد بالكلام اللي هيتقال. اشكرك جدا، المخرج قال لنا ان هو الصوت واضح. طيب زي الفل. اول حاجه انا ما ينفعش اثناء ما انا شغال اقف، ما ينفعش خالص ان انا اقف. لو وقفت في الوقت ده الفوم اللي حصل في البيض هيقع، فهتتبهدل مني خالص ومش هينفع انها تاخد القوام اللي انا عايزه. اول ما هبدا شغل في الكيك لازم اكمل فيه لغايه ما اوصل للفوم اللي انا عايزه، ما ينفعش اوقف المضرب لاي حال او لاي سبب من الاسباب. لازم اخد بالي من النقطه دي. واقول لكم على النقطه الثانيه، ما ينفعش اعمل مضرب كده وارجعه تاني، ده غلط جدا، هيبهدل لي القوام بتاع البيض. لو تاخدوا بالكم القوام بتاع البيض والسكر ابتدى يختلف عن الاول. في الاول خالص كان زي ما يكون فيه زي ما يكون ميه سايله، دلوقتي ابتدى القوام يمسك نفسه شويه. ريحه البشر بتاع البرتقال اللي طالع فيها حلو جدا ومية مية، مش مخلي فيه ريحه زفار بتاع البيض طالعه ولا حاجه زي كده. انا هكمل ضرب في البيض والسكر، وهنطلع فاصل وهنكمل ونشوف مع بعض ازاي نحط الدقيق على الخليط ده، لان لو اتحط الدقيق بطريقه غلط على الخليط هيبوظ لي السبونج كيك اللي انا بعمله. بعد الفاصل هنرجع عشان نتعلم الدرس رقم 4 في السبونج كيك. استنونا عشان تعملوا سبونج كيك عندكم ناجح وكويس. فاصل ونرجع. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. زي ما حضراتكم شايفين، استاذن الكاميرا بس تجيب لنا ده اللي حاصل في البيض. البيض ابتدى يبقى فيه فوم حلو جدا وماسك نفسه خالص اهو، وده اللي احنا عايزينه كده. تمام جدا جدا. انا هطفي المضرب وهوريكم حاجه مهمه، انه لما بعمل كده في عندي حاجه بتنزل وبعد كده بتختفي بعد ثواني. ده مهم جدا، العلامات دي مهمه جدا في موضوع ان احنا نعمل سبونج كيك. انا هشيل بس المضرب لان انا كده خلصت منه، مش هكمل بيه. الحاجه المهمه بقى دلوقتي بالنسبه لي انا، الكيكه دي او السبونج كيك عامه انا بسميه الكيك اللي بيتلكك، عايز يبوظ باي طريقه. فلازم اكون مجهز الصينيه بتاعتي متبطنه بدقيق ومدهونه ومتبطنه بدقيق، ولازم يكون عندي الفرن بتاعي شغال من اثناء قبل في بدايه ما انا بشتغل في الكيكه دي. طيب دلوقتي هبدا ان انا احط الدقيق اللي عندي، انا هحطه بالشكل ده اهو كده، علشان برضو مش عايز الرغوه بتاعت البيض والسكر تهبط مني لما احط عليها الدقيق. وبالراحه خالص هبدا اقلب الدقيق في الخليط اللي عندي بتاع البيض والسكر بالشكل ده بهدوء جدا، مش عايز اعمل عليه اي حاجه جامده علشان خاطر ما هبطش الخليط بتاعي اهو كده. فخدوا بالكم من فضلكم من النقطه اللي انا عمال بقولها دي، عشان هي اكتر حاجه مهمه في السبونج كيك عامه اهو كده. اهو كده، بحيث ان كل الحاجات اللي في الدقيق دي تتشال. انا ممكن كمان استخدم مصفى لو انا حابب، ما عنديش مشكله، بحيث ان انا اقدر اخلي الدقيق اللي نازل معايا يكون خفيف على الرغوه نفسها وما يخليها ليش تهبط. اهو تاني ممكن استخدم صوابع بالشكل ده، ما عنديش مشكله خالص. وهبدا برضو اقلب بنفس الطريقه كده. كل دي الدروس اللي احنا عمال بنقولها دي مهمه جدا في السبونج كيك. طريقه التقليب بتاعتي، البيض طازه ولا لا، الحاجات بنفس درجه حراره الغرفه، طريقه الضرب بالمضرب او خفق البيض والسكر، ده كل ده مهم جدا في موضوع البيض. حاجه تانية مهمه جدا برضو عشان تبقوا حضراتكم عارفين، الحاجه اللي انا بستخدمها او الطبق اللي بستخدمه يفضل جدا ما يكونش فيه اي ميه خالص، علشان خاطر الميه ما تعمليش ريحه مش كويسه او كمان تهبط لي الكيكه وهي داخله الفرن. الحاجات دي غريبه جدا في السبونج كيك،
بس هو السبونج كيك فعلا بالشكل ده. طيب لو انا حابب ان انا اخلي دي ايه بني، انا هشيل من ده 3 معالق دقيق وهحط مكانهم معلقتين كاكاو. ليه معلقتين كاكاو؟ لان الكاكاو لما بحطه، الكاكاو من ضمن الحاجات سوري في التشبيه اللي عامل زي الجبس والاسمنت. اول ما بحط جبس على اسمنت بلاقيه قفش كده وشك، او يعني عمل البتاعه دي خلى الاسمنت نشف. يعني بيقولوها في لغه الناس اللي بتوع المباني والحاجات، هي الاسمنت بيشك، ف بتقفش كده او بتنشف. فده مهم جدا بالنسبه لي. الكاكاو نفس القصه بالظبط، لما بيتحط في الخليط بتاع كيك او اي حاجه بيمتص الرطوبه اللي جوه الحاجه. فخدوا بالكم من كده، لانه في ناس كتير جدا بتقول ان انا لما بعمل حاجه بكاكاو بلاقيها نشفت، لان الكاكاو بيمتص الرطوبه اللي جوه. فخدوا بالكم من النقطه دي لانها في غايه الاهميه. ممكن نقضي حلقه كامله نقلب في الكيك بالشكل ده، بس طبعا عشان كل ده عشان خاطر ينجح. كنت مره في فندق، بس فندق على قده كده شويه، كان الكلام ده من سنه 2006، وكان بيجي شيف حلواني الفندق ده عشان لما يكون فيه فرح او حاجه زي كده. فكان عندهم مضرب صغير خالص، يحط المضرب ده على 50 60 بيضه و3 4 كيلو سكر، ويسيبه تقريبا 3 4 ساعات مسقطه كده شغال طول الليل عشان يطلع له الرغوه دي. هنكمل نفس القصه بالظبط، التقليب الخفيف بهدوء خالص، علشان مش عايز الرغوه بتاعه البيض دي تنزل، او الفوم اللي حصل، او ايا كان اسمه ايه ده، ما يهبطش مني، او الكيك نفسها العجينه دي ما تهبطش مني اهي. تمام جدا. هكمل بقى باقي الدقيق اهو. لما بوزع الدقيق كمان بوزعه بخفه شديده، من غير ما يبقى فيه كميات معينه عندي من فوق، علشان خاطر بس ما يكلكعش مني، واضمن ان هو اتقلب مع الخليط بتاعي صح. حلو جدا جدا. طيب احنا كده قلنا كام نقطه. في بقى نقطه مهمه جدا اثناء ما انا بحطها في الصينيه بتاعتي. يعني الكيكه دي مهمه جدا بالنسبه لي، ان انا اراعي فيها كل الحاجات اللي اتقالت علشان تطلع معايا مظبوطه في الاخر خالص. وانا هوريكم الحاجه الكيكه اللي احنا عملناها علشان برضو تشوفوا المنتج بتاعنا. هي واضحه اهي قدامكم، معلش ممكن يكون الفرن لسعها شويه من الجنب، مفيش مشكله خالص، بس انا كان يهمني القصه النهائيه. ما ينفعش خالص ان انا امسك الخشبه بتاعتي او المعلقه اللي انا بشتغل فيها، وعشان انزل ده انزل اللي في المعلقه اخبط هنا. التخبيط هنا هيخلي دي تهبط، فلازم تاخدوا بالكم. ده كل الحاجات دي نقط مهمه جدا لازم اخد بالي منها. النقطه الثانيه، هبدا اوزع الخليط بتاعي، استاذن الكاميرا تجيبه. هوزع الخليط بتاعي بالشكل ده، مش هحطه في النص وابدا اخبط في الصينيه كمان علشان الخليط يعمل ايه، يتوزع. مش هينفع اعمل كده خالص، عشان برضو ما اخليش الهواء اللي فيها يطلع، ده كله مش هينفع. لازم انزلها في الاماكن اللي انا عايز الخليط بتاعي يعمل ايه، ينزل فيها. كده خلاص انا مش هخبط لا في الصينيه ولا في ده. تمام جدا. امسح ايدي. والفرن بتاعي بقى لازم يكون شغال. هتتحط في الصينيه بتاعتي وبسرعه على الفرن، ما ينفعش خالص ان انا اسيبها تقعد بره 10 دقائق او ربع ساعه لغايه ما الفرن يسخن، هتبوظ اكيد مليون في الميه. على الفرن على طول، درجه حراره 180 تقريبا 40 ل 45 دقيقه، مش اكتر من كده. اشوفكم بعد الفاصل عشان نكمل ونشوف الكيكه اللي احنا عملناها، واوريها لكم من جوه المسام بتاعها عامل ازاي، ونشوف اساسيات التزيين بتاعتها ايه. الكريم شانتيه انا هعمل لكم بس الكريم شانتيه النهارده، وفي حلقه تاني ان شاء الله ممكن نشوف طرق او افكار لتزيين التورته. فاصل وارجعوا لي تاني عشان نكمل مع بعض هذه التورته. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا اتكلمنا عن الكيك، السبونج كيك عامة، واساسياته واهم حاجة فيه واهم نقط فيه بتبوظه والحاجات اللي بتنجحه. واحنا دلوقتي هنعمل الحاجة بقى اللي هي تقريبا بتحش بيها كل التورت او كل السبونج كيك عامة، او المتعارف عليه. طبعا هي دي مش الحاجة اللي كل الكيكات او التورت بتتحش بيها، لكن احنا هنعمله النهارده بحاجتين. كريم شانتيه اللي احنا هنعمله النهارده، انا عندي كريم شانتيه، ما يهمكمش بقى الكمية دي، مش فارقة كتير بالنسبة لنا.
لان هعرف حضراتكم دلوقتي ايه القصه بتاعته. وعندي المضرب، وعندي بقى الحاجه التانيه اللي هستخدمها، لبن ساقع من التلاجة. لبن ساقع من التلاجة، مرة كمان لبن ساقع من التلاجة. طيب الكريم شانتيه بتاعي اهو بكل بساطة. أنا هاخد مثلا من ده تقريبا مقدار مثلا كوباية كده كوباية تقريبا. لو احتاجنا تاني ممكن ناخد، مفيش مشكلة. كريم شانتيه هستخدم له لبن ساقع أو مية ساقعة، يفضل جدا إنه يكون مية ساقعة. بالتدريج وهبدأ أضيف الكريم شانتيه بتاعي، اللبن اللي عندي أهو كده، وهقلب وانتوا هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل اهو. بيبدأ الكريم شانتيه بتاعي ياخد قوام اقوى شويه، وكمان بيبدأ يبقى فومي اكتر وماسك نفسه بالشكل ده. تقريبا لو عندي مثلا كوبايه كريم شانتيه انا بضيف لها كوبايه او كوبايه ونص لبن على حسب نوع الكريم شانتيه اللي انا جايبه، ده بيفرق كتير قوي. واخدين بالكم من الحاجات اللي نازله دي؟ بصوا انا بقى عايزها كلها تبقى بالشكل ده، ماسكه نفسها. هي كده لسه شويه بتنزل، فده مش هينفع بالنسبه لي. انا محتاج الحاجات اللي طالعه دي، او اسمها ايه، ممكن نسميها ايه، الشراشيب اللي طالعه دي، ممكن بس تبقى ماسكه نفسها وقويه ثابته، بحيث ان هي لما احطها في التورته بتاعتي تكون كمان قوامها كويس. فلسه كمان محتاج شويه يتضرب. كل ما كان اللبن ساقع او الميه ساقعه كل ما كان النتيجه احسن. ابتدى يتقل خالص اهو معايا، وابتدت التموجات اللي فيه ما تختفيش، تفضل زي ما هي. وكمان وانا بضرب في المضرب، واخدين بالكم بيعمل ايه؟ بيحرك البوله معايا اهو، فده معناه ان الكريم شانتيه ابتدى يتقل. شايفين دي لسه تقريبا زي ما هي، فكده يعتبر بالنسبه لي الكريم شانتيه حلو خالص. ممكن لو انا حابب ازود الكميه ما عنديش مشاكل خالص، اضيف حبه كريم شانتيه باودر واضيف كمان لبن، مفيش اي فرق خالص ولا اي حاجه هتحصل. انا محتاج ازود الكميه بس عشان خاطر احشي دي معاكم، اوريكم التحشي ازاي، اوريكم ممكن اقطعها في البيت ازاي، وبعد كده هنشوف ممكن نعمل تويسته صغيره في الكريم شانتيه نفسه. رجع تاني للقوام اللي كان طري جدا في الاول اهو، فانا هضرب كمان شويه لغايه ما يطلع. وانا بفتح الفرن على الكيك علشان خاطر اتاكد اذا كانت استوت ولا لسه، ولو عايز اجرب اذا كانت استوت ولا لا هفتح الفرن بعد 30 دقيقه، مش اقل من 30 دقيقه خالص، علشان الكيك اللي انا عملتها ما تهبطش مني وتبوظ. ده يهمني جدا جدا.
كده كريم شانتيه معايا بقى تمام ومظبوط جدا. عايز بس اوريكم التورته بتاعتنا اخبارها ايه، وعايز افتحها قدامكم عشان تعرفوها، عشان الوقت بتاعنا قرب يخلص، بس احنا ممكن نطمع في من المخرج بدقيقه زياده. طيب هناخد دي كده اهو، معلش هي الصينيه ظبطتها شويه، بس انا عايز اقول لكم ان هي طالعه هشه جدا وخفيفه خالص، يعني مفيش حاجه فيها. طب لما احب اجي اقطعها يهمني جدا طريقه القطع بتاعتي، ان انا احط السكينه بالشكل ده اهو. انا دخلت كل السكينه بتاعتي جوه، دي افضل طريقه عشان اقطع الكيك. وهبدا اطلع السكينه والف بالشكل ده اهو كده لغايه ما اكمل السكينه بتاعتي مستواها واحد، ما هوش لا بيعلى مني لفوق ولا لتحت، لكن في نفس المستوى. عايز اقطعها 3 ممكن، عايز اقطعها 2 زي ما انا عايز، مفيش مشكله خالص. سوري الحاجات دي كانت بس لازقه في الصينيه فاتقطعت اثناء ما احنا بنطلعها اهو كده 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 لغايه ما اوصل للنقطه اللي انا قطعت منها الكيكه بتاعتي اهي. وهشيلها، والمسام بتاعها زي ما انتم شايفين كيكه اسفنجيه حلوه جدا ممتازه الى ابعد الحدود. طيب عشان بقى ابدا ان انا افرد ده، الاساس بتاعي في الفرد ان انا بفرد الكريم الشانتيه بتاعي كده اهو. كل طبعا مكان الكريم الشانتيه ساقع كل ما كان افضل وكل ما كان احسن بكتير. هفرده على اي ناحيه في الاثنين ما عنديش مشكله خالص. انا بص عايز انجز علشان بس الوقت، احط الكميه اللي انا عايزها كده ما عنديش مشكله خالص. وبعد كده هبدا اجيبها بالشكل ده اهو. انا عايز كميه كويسه، مش عايز كميه قليله من الكريم شانتيه. عايز طبقه كويسه تكون غنيه، خاصه لما اكون عامله بلبن ويكون الكريم شانتيه بتاعي عندي ماسك نفسه قوي، او يكون النكهه بتاعته كمان قويه. طيب انا عندي ده كده اهو تمام جدا. لو تاخدوا بالكم ان انا مش جايب على الاطراف كتير، علشان لما احط التاني الديسك التاني اللي معايا دون هيضغط لي الكريم شانتيه اللي معايا، فهيعمل لي ايه؟ هيطلع لي الكريم شانتيه ده بره. نفس القصه عليها من فوق اهي، هقلبها وكده تمام جدا. لما احب بقى ازينها انا ببدا اجي واخد جزء من عندي هنا وهبدا احطه بالشكل ده اهو، وهسحب السكينه بتاعتي بهدوء جدا بالشكل ده. مره تاني هحط كده وهبدا اسحب السكينه بتاعتي بالشكل ده لغايه ما اغطي كل الحتت اللي عندي. طبعا يفضل ان يكون في سباتشولا هنا، بس انا تقريبا نسيت اجيبها، فانا هكمل زي ما انا بالشكل اللي انتم شايفينه. ده الستاندرد بتاع الكيكات، ان انا بحشي جوه كريم شانتيه وبحشي بره، او بغطي بره بالشكل ده وبغطي كمان بره. طبعا عندنا حاجه اسمها عجينه سكر. عجينه السكر دي كمان بتستخدم الوقت ده عشان خاطر تعمل قصه التغطيه، واعمل بيها اشكال كتير جدا. بس لازم يكون عندي الحشو بتاع الكريم شانتيه، ولازم يكون عندي فوق وعلى الجناب الكريم شانتيه. طيب انا عندي حاجه تاني مهمه جدا عايزه اقلب بيها الكريم شانتيه ده. عندي هنا الشوكليت بتاعتي يفضل جدا طبعا انها تكون سايحه وساقعه، هي ما لحقتش تسقع بس انا هوريها لكم على السريع. انا هحط شوكليت هنا على الكريم شانتيه بتاعي اهو، وهضرب انا كده تقريبا يعني خدنا وقت طويل جدا في الحلقه، بس انا وريتكم الفكره. هي الشوكولاته شويه سايحه فهتخلي الكريم شانتيه بتاعي شويه سايح. يفضل جدا الشوكولاته تكون ساقعه، ولو سخنه مننا بالشكل ده ادخلها الثلاجه وهطلعها هكمل فيها ضرب. الشوكليت مش الكاكاو على الكريم شانتيه بيخلي طعمه غني جدا جدا جدا، وطعمه حلو قوي، والقوام بتاعه ماسك نفسه بشكل غير عادي. جربوا الاثنين وعندكم في البيت، واتمنى تكون السبونج كيك النهارده الدرس بتاعها افادكم وتعملوها عندكم ان شاء الله وتبقى ناجحه وتمام التمام. اشوفكم في حلقه جديده، الى اللقاء.